وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى اليابان ثاني محطات جولته الآسيوية، ومن المقرر أن يلتقي ترامب إمبراطور اليابان مساء اليوم ورئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي غدا الثلاثاء. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يود كثيرا لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء جولته الآسيوية، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته تمديد هذه الجولة. في الأرجنتين حصل الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي على تفويض شعبي واسع لمواصلة خططه الإصلاحية بتحقيق حزبه فوز كبير في الانتخابات التشريعية النصفية الأحد، حاصدا أكثر من 40% من الأصوات. وقال ميلي لأنصاره في مقره الانتخابي إن هذه الانتخابات هي تأكيد على التفويض الذي حصلنا عليه في العام 2023، أي في الانتخابات الرئاسية، من أجل المضي قدما في طريق الإصلاح ولكن من دون مبالغات. وتعطي هذه النتيجة التي تجاوزت التوقعات دفعة قوية للحكومة، علما أن الشكوك حول نتيجتها في الشهرين الماضيين أثرت سلبا على الاقتصاد وعلى العملة. يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للأغذية الذي ينظم هذه السنة تحت شعار يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، تأكيدا على أهمية التضامن والتعاون لضمان أمن غذائي مستدام للجميع. عبير الملوكي وعبد العلي عياد. اليوم العالمي للأغذية ليس مجرد احتفال، بل رسالة أمل من أجل مستقبل تزرع فيه التنمية كما تزرع الحبوب، مستقبل يسير فيه المغرب يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل. فعل المجهودات اللي عرفها مخطط المغرب أخضر، بلادنا كتحافظ على لوحة الوتيرة الإنتاج وكتواصل ضمان التموين بالمنتظم للأسواق بالمواد الأساسية الغذائية. وهنا لابد ما نشيد بالعلاقة المتينة اللي كتجمع بلادنا مع منظمة الفاو، وهنا لابد وكان غادي نخدموا يد في يد بحال هو الشعار ديال هذه الدورة باش نوجدوا واحد الغذاء صحي كافي ومتناول المواطنين. في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للأغذية، والمغرب بدوره يشارك في هذه المناسبة التي تنظم هذه السنة تحت شعار يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التضامن والعمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضمان غذاء صحي ومتوازن لكل مواطن. المغرب انخرط في برنامج يهدف إلى مواكبة التحول في النظم الغذائية داخل البلاد، وهو في ذلك يعتبر بلدا رائدا. فمنذ سنة 2021 تم تنظيم قمم دولية حول النظم الغذائية، عملت خلال العديد من الدول على إعداد خارطة طريق لتحقيق هذا التحول، غير أن المغرب يعد من بين البلدان بل ربما البلد الأكثر تقدما في تجسيد هذا التحول على أرض الواقع. من خلال هذه المبادرة تؤكد المملكة التزامها المتواصل بتطوير أنظمة غذائية مستدامة وتشجيع الإنتاج المحلي ومواصلة الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتنضم إلي من الرباط السيدة بشرى الشرفي، مديرة التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. مرحبا بك سيدتي. إذن هذه السنة ينظم اليوم العالمي للأغذية تحت شعار يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل. كيف تترجم الوزارة هذا الشعار على أرض الواقع؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. كيف ما جاء في الشعار ديال اليوم العالمي للتغذية، هذا مسؤولية الجميع وخاص تضافر الجميع باش يمكننا نوصلوا لواحد النظام ديال التغذية مستدام. وبهذه المناسبة عقدت وزارة الفلاحة واحد الندوة علمية جمعت فيها مؤسساتيين، أساتذة باحثين، جمعت فيها مؤسسات ديال التعليم والتكوين، مؤسسات
مؤسسة دولية باش تناقش هاد المعطيات كاملة اللي كتعلق بالأغذية المستدامة، لأن هي الحل الوحيد باش يمكننا يكون نوفروا الغذاء لجميع المواطنين وكل شيء يكون عنده الحق في الغذاء وفي مستقبل أفضل. طيب، ما أبرز التحديات التي تواجه المغرب في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية؟ احنا كوزاره دونك التحديات اللي كتواجهنا هو تسريع الوتيره ديال التنزيل ديال تنزيل الانظمه المستدامه، الانظمه الاغذيه المستدامه اللي كلها كتجي في اطار التوجهات ديال استراتيجيات الجيل الاخضر، لان التوجهات كلها كاينه، كلها كتصب في هذا المحور هذا. منها لان لابد كان يمكن خصنا نلتزموا ونواكبوا هذه قله المياه اللي كانت وندره المياه دابا اللي كاينه. بالنسبه لتحليه المياه البحر مثلا اللي انخرطت فيها الوزاره باش يمكننا نحققوا واحد التغذيه في مستوى ديال التطلعات ديال المغرب. كذلك المحافظه على التربه مثلا باستعمال تقنيات البذر المباشر مثلا، استعمال الأصنفة المستدامة واللي كتمكن لها تواجه ندرة المياه. إذا هذا الشيء كله كيصب في واحد اتجاه واحد، هو وضع نظام غذائي مستدام. هذا هو اللي مهم. دونك لابد التحدي الوحيد اللي عندنا هو تسريع تنزيل هذا النظام المستدام. شكرا على كل هذه التوضيحات سيدة بشرى الشرفي. أذكر أنك مديرة التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. مشاهدينا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومبادرات موازية همت تحسين أوضاع الفتيات القرويات وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع من خلال محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النموذج من إقليم بركان في روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظمت قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة نساء الضواوير بإقليم بركان. وعرفت هذه المبادرة إقبالا واسعا من النساء القرويات اللواتي وجدن في هذا العمل الطبي والإنساني فرصة للاستفادة من خدمات مجانية تهم صحتهن وسلامتهن. بمشاركة مع ليان داعش اللي وفرت لنا الوحدة الطبية المتنقلة اللي من خلالها كان نحاولوا ما أمكن النساء ديالنا يستافدوا من نقربوا لهم أنهم يستافدوا بالماموغرافي وليكومامير. الهدف الأساسي ديالها هو تقريب المرأة القروية من الخدمات الصحية وبالأخص الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فالمرأة كتستافد من الفحص السريري ومن بعد الفحص بالأشعة وكتاخذ النتائج في الحين. وبجامعة أكليم بإقليم بركان تعد دار الطالبة نموذجا حيا لجهود تمكين الفتاة القروية من حقها في التعلم والاستمرار في الدراسة. فهذا الفضاء يستقبل عشرات الفتيات القادمات من مناطق بعيدة ويوفر لهن الإيواء والتغذية والدعم التربوي والنفسي في بيئة آمنة تشجع على المثابرة والنجاح. دار الطالبه وفرت لنا بزاف د الحوايج، يعني كل ما كانت هي محال كنا حنا دابا كنقراو، يعني بالنسبه للبعد بعيدين بزاف، ويعني وفرت لنا الامكانيات باش نقدروا نقراو باش نزيدوا القدام. حنا كنقدموا لهم عده خدمات من بيناتهم الايواء والتغذيه والدعم التربوي وحتى الدعم النفسي، لان هذه الفئه ديال البنات جايين في المرحله عمريه ديال المراهقه، والحمد لله هذه مده 3 سنوات النتائج عندنا ملموسه. ركزت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه جل مجهوداتها على المراه القرويه باعطاء مجموعه من الاولويات كالتمكين الاقتصادي من خلال
الأنشطة المديرة للدخل، كذلك الاعتناء بصحة الأم والطفل، واللي جعلت من هذا المحور هذا المبادرة المجال القروي هو في صلب الاهتمامات ديال هذا المحور هذا. مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العالم القروي أضحت رافعة أساسية لتعزيز الكرامة الإنسانية وتقليص الفوارق المجالية، مما يجعل من المرأة القروية فاعلا أساسيا في التنمية